بما انه الراعي الرسمي في الشتا ده قلت لازم اجربه واعمله. لأول مرة بجربه وان شاء الله يعجبكم ويبقى كويس. حمص الشام جبته ونقعته من قبلها ب4 ساعات او بيته اللي انت عاوزاه يعني. ومعايا بصلايه ومعايا حوالي 8 فصوص توم، ومعايا بابريكا وكمون وملح وسكر، ومعايا 4 5 طماطمات كده، 3 طماطمات ومعلقة صلصة. تمام. الحمص بتاعي طبعا اتنقع، اهم حاجة انه يتنقع فترة كويسة عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت على البوتاجاز يعني وكده. وكمان هنحط له حاجة هتخليه يستوي بسرعة الصاروخ ان شاء الله. معايا ال3 4 طماطمات اللي قلتلكم عليها هون. والبهارات معايا الا كمون وبابريكا وملح وسكر، ومعايا البصل والثوم بس. هنعمله احسن من اللي بيجي من بره. في ناس بتقول عليه حمص الشام وناس بتقول عليه حلبسه. خدي بقى اغسليه بقى كويس جدا لحد ما الميه بتاعته تبقى جميله كده، وروحي بقى بيه على البوتاجاز. وبعدين اوعي حذاري تحطي ملح في البدايه، عشان هو عامل شكل اللحمه كده بتاخد يعني، لو حطيتيله ملح بياخد سوا معاكي. حطي بقى على البوتاجاز كده في قلب الحله بتاعتك. وبعدين خدي البصل بتاعك في الخلاط واضربيه عشان يكون ناعم جدا جدا وما يبانش معاكي في الاكل، يديك الطعم بس وانت بتندغي كده ما تلاقيش بصل اصلا، تلاقي الريحه والطعم زي ما احنا عاوزين. تمام. انزلي بقى بالسحر اللي هيخليه يستوي معاكي بسرعه الصاروخ، اللي هي معلقه السكر. تمام. بصوا عاوزه اقول لكم يعني ما كملش نص ساعه على البوتاجاز، يمكن اقل كمان. الطماطم بتاعتي ضربتها في الخلاط كده زي ما انتم شايفين، وقمت جايه نازله بيها على الحمص والسكر والبصل، وحاطه معلقه صلصه بس عشان خاطر الطماطم بتاعتي كانت خضرة شويه. انزلي بقى بالكمون والبابريكا والملح، وطبعا استوى. قلبيه بقى، خليه ياخد غلوه كده مع بعضه. بلاش تخليه كله حراق، او لو العيله عندكم بتحبوا حراق كلها براحتكم، بس لو في اطفال زي حالاتنا كده خليه عادي. وبعد كده يبقى حطي الشطه براحتك. شايفين المية بتاعته عامل ازاي؟ اللون بتاعه خرافة يا جماعة، خرافة. خلي بالك عشان بيفور. سيبيه بقى يغلي غلوتين مع الملح كده والتوابل اللي احنا حطيناها، بحيث انه يكون اخد كله في بعضه كده من جوه ومن بره كمان. الحمص مفيد جدا للاطفال على فكرة، وفيه قيمة غذائية حلوة جدا. وبعدين كمان بيدفي جدا في الشتاء. وبصوا المية، بصوا يا جماعة المية، لا بجد في هنا عظمة بتتعمل، لازم تجربوها. هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا يعني. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ اسيبه كمان شويه وبعدين اغرفه بقى في الاطباق ومع الليمون والشطه. وما تنسوش الشاليمو بتاعه والشطه، بحطها كده اللي بيكون عاوز يعني وبتاع. واعمليه بقى وقدميه لحبايبك ولجيرانك والكل كله يعني. وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسونيش في كلمة حلوة من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألف هنا وشفا، وإن شاء الله يعجبكم.